مزارع دينا نزلت ايس كريم جديد باطعم مختلفه زي ما انتم شايفين. انا جبت لكم كل الاطعم تقريبا اللي عندهم ما عدا واحد بس اللي هو اللي بالشوكولاته التقليديه، لاني لقيت شوكولاته بالبندق فجبتها، فقلت دي يعني اكيد هي بس زياده بندق. طبعا البندق احلى. الحجم ده الحجم الصغير، في حجم اكبر منه اللي هو نص كيلو بقى ب 85. الحجم ده عامل 30 وفي ب 35. تعالوا نجربهم بقى سوا واحد واحد ونشوف كانت فكرة سديدة انه يعمل ايس كريم ولا لا. اعتقد انه المفروض ينجح فيه علشان هو اصلا منتجات البان وكده، فالطعم المفروض يبقى كريمي بكده ومختلف عن اي حاجة تانية. هنبتدي اول حاجة بالفانيليا اللي هو الطعم التقليدي بقى، عشان نشوف الاساس عامل ايه. ده بطعم الفانيليا كريمي ميلك. تعالوا نفتحها ونشوف. هي فيها معلقه جوه، المفروض بيتاكل بيها يعني لو انت في الشارع او حاجه، معلقه صغنونه، بس انا هاكل بالمعلقه بتاعتي. معلش بقى اعذروني. تعالوا ندوق. بسم الله. انا كان المفروض اسيبها كنت المفروض اسيبها شويه، بس يلا مش مشكله. فانيليا كريميه، طعمها حلو وسكرها برضو كويس، يعني فيها طعم لبن دسم واضح. هشوف بعد كده دي هاني كامب. دي بطعم الهاني كامب. لحظه انا هفتحهم كلهم وبعدين نرجع لكم. انا فتحتهم كلهم، هندوق مع بعض بقى الهاني كامب. بصوا يا جماعه، لونه مصفر شويه كده من جوه. بسم الله. طعمه عسل. طعمه عسل كراميل حاجه كده يعني، طعمه حلو قوي. ده طعمه حلو، ده عجبني قوي. تعالوا نشوف مستكه اند بيستاشيو. فستق بالمستكه. انا واحده من الناس ما بحبش المستكه، فمش عارفه طعمه هيبقى ايه. حاطين عليه على الوش كده قطع فستق. تعالوا ندوق. ده طعمه مستكه بس، مفيش طعم فستق غير الحتت اللي فوق دي لما بتيجي في بقك، لكن هو في العموم مستكه مش اي حاجه غير كده. يعني اللي بيحب المستكه يحبها قوي، اللي ما بيحبهاش ما يجيبهاش. تعالوا ندوق سلطه الكراميل المملح. وعليها فتافيت من فوق كده. تعالوا ندوقوا مع بعض سلطه كراميل او الكراميل المملح. معمول مظبوط قوي، طعم الكراميل باين وفي سنه كده حدوقيه، فمديه الميكس نفسه كله طعمه حلو قوي. اللي بيحب الكراميل المملح في اي حاجه هيحبها. تعالوا بقى للمانجا، يعني اللي بيحبها الجماهير، محبي المانجا يا جماعه. في مانجا ريحتها مانجا جدا.
طعم المانجا الزبديه. مانجا الزبديه اللي بيحبها هيعرف دي طعمها ايه بالظبط. يعني هي بالظبط كاني جبت مانجا وضربتها وحطيت عليها شويه كريمه او حاجه، هي بقت الايس كريم المانجا دي بالظبط. مانجا زبديه قوي. المانجا طبيعيه قوي. تعالوا بعد كده ندوق الشوكولاته بالبندق. هي شوكولاته وعليها قطع بندق من فوق. الشوكولاته الكاكاو فيها عالي شويه عن العادي. قطع البندق اللي فوق دي بتيجي تحت بقك كده لذيذه، بس هي مش مقرمشه قوي. وطعم الشوكولاته نفسه ما فيهوش بندق، يعني هو الشوكولاته من تحت ساده عادي، طعم الشوكولاته عاديه. الزياده اللي فيها البندق ده هو اللي فوق بس على الوش. تعالوا بعد كده نشوف التوت. زبادي توت. دي بالزبادي توت. شكلها عامل ازاي، وفيها نقط كده حبوب، المفروض انها بتاعت التوت وكده، لونها حلو جدا. طعم التوت فيها واضح قوي وطعمه حلو. انا مش اي طعم توت بيعجبني في الحاجه، لان ساعات بحس ان هو كارف على ده لا، ده طعمه حلو قوي ومميز. زبادي التوت بتاعتهم حلوه. واخر حاجه بقى اللي انا سايبالي الاخر، طبعا انتوا يعني اكيد اللي متابعني عارف ليه، اي حاجه فيها قهوه دي مفضله عندي. المفروض ان هي دي بالقهوه. حاطين المعلقه جوه الايس كريم وقع منهم. تعالوا نشيلها بقى. هي ريحتها ما فيهاش قهوه الحقيقه، ريحتها ما فيهاش قهوه. هشوف الطعم بقى. نسكافيه. طعمها اسبريسو. عارفين الاسبريسو الساده؟ طعمها جدا حلوه جدا جدا. هي ريحتها مش باينه وده اللي قلقني منها الحقيقه، بس لا طعمها حلو جدا. فانا انا شايفه ان الاطعمه كلها حلوه بصراحه ومميزه. ممكن اجيبهم كلهم تاني عادي، وخاصه القهوه ومحبي الزبادي توت هيعجبهم قوي. الفانيليا حلوه والشوكولاته بس يعني مش مميزين قوي، عادي. بقيه الحاجه حلوه، وبصراحه انا شايفه انه سعره حلو وطعمه مميز وحلو. فبرافو مزارع دينا، وشكرا على ده بالذات الحقيقه. باي باي.